السلام عليكم يا شباب. النهارده هنصمم التصميم الجامد ده. تصميم صورة مصغرة. طبعا العميل جالي من على موقع خمسات. طبعا ما كانش الصعب في تصميم الصورة، اللي كان الصعب في ان انا الفكرة بتاعت تصميم الصورة. فهو بعت لي سكريبت كان 10 حلقات، هو عايز يعمل زي القنوات اللي انا هعرضها لكم قدامكم دي. يعني هم 3 قنوات كده، اصلا انا نفسي بتابعهم. مش فاكر طبعا اسامي القنوات، لكن هم مشاهير يعني. هو طلب ان الصورة المصغرة تكون مستوحاه بنفس الطريقه دي، وانا بحب ان طريقه الشغل دي ان هو يقول لي انا عايز اعمل كذا شبه كذا وقريب من كذا. فانا تبدا دماغي ايه، تبدا دي كانت الخلفيه اللي انا هبدا اشتغل عليها. وبعد كده جبت صوره الضابط المحتار. بعد ما جبت صوره الضابط المحتار ده، عشان كانت جبت صوره المجرم اللي انا هبدا اشتغل بيها. ده صوره المجرم ده مش معروف علشان القصه فيها المجرم نفسه مش معروف. يلا بينا نخش على التصميم. ايه ده؟ صح، انا نسيت اقول لك. طبعا النموذج اللي انت شفته ده كان النموذج النهائي، لكن كان قبليه نموذجين كمان. كان في اول نموذج انا حطيت الراجل ده، بس كان الراجل ده اقرع، فهو قال لي الراجل اللي انا مختاره. بدات اشتغلت عليه ريتاتش واشتغلت عليه كل حاجه. جه قال لي ان الراجل ده مش معروف، ان صاحب القصه ده مش معروف ومجهول، فكان لازم البسه ماسك. فقال لي لبسه ماسك، فانا لما لبسته ماسك وعجبته. بس بعد ما احنا اشتغلنا في المشروع، فجه قال لي الراجل بتاع المونتاج اللي هيمنتج الفيديو يستخدم راجل لابس قناع زي الناس القدام وكده. فكان لازم ادور على صوره زي دي. ففضلت ابحث لحد ما لقيت الصوره دي. فدي كانت اللي انا الاختيار المناسب، فعرضت عليه الصورتين دول وهو اختار منها الصوره دي. فده كان البدايه ان انا ابدا اشتغل على الفيرجن ده. وغيرت في التصميم بعد ما اشتغلت عليه الجزء اللي فات ده. اعمل مثلا اكسبوجر جديده. تعالى نقفل دي خالص، وهنخليها برضو في اللاير. بص بقى، يعني انت لو عملت كده بص كله نور، عكس مثلا الكيرفس. وطبعا لو عملت كده برضو كله هيضل عكس الكيرفس. بص الكيرفس ممكن تعلي حته وتوطي حته. ابص كيرفس مش هتعلي كله. كيرفس مش هتعلي كله، بتعلي الاماكن العاليه شويه. فاهم؟ هي بتهتم بالحته المنوره والحته المطفيه. هي مفيده في الريتاتش قوي، بس في حاجه في بعض الاحيان كده الاكسبوجر بتبقى هي الحل الامثل. واغلبيه يعني المشهورين او المعروفين في المجال، يعني مشاهير الاجانب يعني بيعملوها بالاكسبوجر. انا بمشي بنفس طريقتهم، ان هم طبعا ايه اجمل بكتير في هذه الاشياء. لكن كده تيجي على الشخص الحيران او الضابط الحيران ده. ده كان التخطيط بتاعي، ان هو يمشي كده، يمشي من الشمال كده. لو بص من اليمين هتلاقي ضابط حيران التكست، وبعد كده برضو القاتل الايه الذي حير الملايين. المهم عملنا هاي باس. بص الفرق. يعني بص انا اصلا جهاز بيهنج دلوقتي عشان بصور وبسجل وبعمل. بص كده من غير هاي باس كده بي. يا نهار ابيض. بص كده من غيره كده بي. يعني هاي باس دي جامده قوي. تعرف بقى هاي باس دي بقى بتتعمل ازاي؟ بتيجي تاخد نفس اللاير. تعال نقفل دول. تاخد نفس اللاير كده ماشي. ممكن تقفله كونفرت تاسك تو اوبجكت على طول خالص. بعد كده تيجي هنا تعمل عند اذرز، تيجي تدوس هاي باس. بعد كده مثلا تخلي القيمه دي زي ما انت تحب كده. مثلا انا بحب اخليها 7 أو 8 يعني عادي. بعد كده تدوس اوكي. كده تيجي هنا من القايمه دي بتاعت المودات، خليها على اوفرلاي. بص كده قبل كده بعد. مش شرط تاخدها كلها، ومش شرط تاخدها على التصميم كله. بص انا عيني وجعتني من كتر التفاصيل. فانت مش شرط تاخدها ككلها. ممكن تعمل ماسك كده. انا بحب اعمل ماسك كده. وباجي مثلا ايه اظبط البرش. خدت البرش كده ايه، تدوس اكس عشان تعكس الماسك. مثلا ايه، خلينا نقوي الحته مثلا بتاعت العينين دي كده. قوي الحته مثلا اللي هنا دي. قوي الحته مثلا اللي هنا دي كده. فاهم؟ فانت مش شرط تاخدها كلها. يعني انت مش شرط ان انت مجبر عليها كلها. بص افكت بسيط، لكن هو ايه، تفاصيل يعني زياده تفاصيل من بعيد كده، تفاصيل اكتر. وبالذات الحاجات دي لما بتتعمل في الصوره المصغره بالذات، ان هي بتبقى في مكان صغير. فهي بتبقى في مكان صغير، فلازم الصوره تبقى باينه من بعيد كويس جدا. تمام. فنقفل دي وخلينا زي اللي كانوا موجودين كده. ماشي. بس كده. بعد كده نطلع بقى لفوق ونشوف احنا عملنا ايه بعد كده بقى.
اهو الحبشتكنات دي اللي هو طبعا عملنا جريدينت من تحت كده عشان نغمق بيه الحاجه. هو التصميم بسيط يا جدعان والله، الفكره كلها كانت في البريف، ان انا افهم البريف وان انا جبت الصوره دي، فكل ده اللي كان صعب. التصميم برضو اكيد في ناس هتعمل التصميم ده احسن مني بكتير، وانا بشرح اللي انا عملته بس كويس. لكن انا ظبطته هنا بعد ما اشتغلت بالكاميرا رو فلتر على الالوان، فظبطت المود ده كله فبقى كده تمام. ده المود اللي انا اشتغلت بيه. في تفاصيل هنا بقى انا طبعا مش هعرف اعملها غير بقى لو هتاخد وقت. يعني التفاصيل اللي هنا اللي هي بتاعت العين اللي هنا دي ما كانتش موجوده. بص التفاصيل دي ما كانتش موجوده هنا. مين اللي عمل التفاصيل دي؟ فريبك. لما انا دخلت وحطيت الصوره هنا بتاعت الشخصيه دي بتاعت الصوره ككل، فريبك عمل لي التفاصيل بتاعت التجاعيد بتاعت الوش والعينين دي، وانا كملت برضو شغل عليها ريتاتش وظبطنا الحوار ده هنا. احنا مع بعض كده لازم تستغل الذكاء الاصطناعي معاك في التصميم نفسه. لو عجبك فكرة الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وفعل الجرس يوصلك كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، واشوفكم على خير يا جدعان. لو في فكرة في دماغكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.